تسلم لي يا سيد الناس، إن شاء الله ما عدمتك يا رب. الله يخليك يا غالي، تسلم. يلا مع السلامة. شكرا، مع السلامة. الو شيكو ولد السمعات، كيفك؟ تمام. اسمع كلامي، دايرة في موضوع مهم شديد، عندي صورة وخبر. دايرة اصحى الصباح القى السوشيال ميديا كلها بتتكلم عن الخبر ده وما في خبر غيره. سامعني؟ اي حتة، فيسبوك، تويتر، انستغرام، تيك توك، ما عايزة خبر غيره. تمام حبيبي. يلا تمام، يلا رسل لي رقم حسابك سريع. باي. عليك الناس دي ما تاخروا؟ يا نهار على الساعة كام متأخر وشديد؟ جو. السلام عليكم. عليكم السلام يا حاج. ليه تاخرت كده؟ الحمد لله على السلامة يا حاج، توحد يا سيد. الحمد لله على السلامة يا حاج. طيب انا ده تفضل يا حاج منور. الحمد لله. نورت بيتك. تفضل. حكي لك انت اخرت كده؟ اجراءات بس يا رياض. اخرت شديد. اخذ الوقت لحد ما انتهينا. والله العظيم قلقنا عليك، النوم ده ما قدرت انوم، غايته نحلة وقام كملوا النوم. هم العواقب ان شاء الله. اعمل لك قهوة؟ لا لا ما ده. انا طالع فوق يا جماعه، انا اخذ لي دش واشوف العصر شوي. اللي قاعدين الضعاف. طارق زي ما قلت لك ها؟ ابشر يا حاج، ما في مشكله، ابشر ابشر. الحمد لله على سلامتك. يلا انا بعدين في اجهز عشان نطلع. خلاص ماشي؟ هاي تمام، عشان اوديك واطلع الشغل. طارق شو الموضوع ده خلص؟ لا لا كله تمام، الامور ضبطت والمحضر اتشطب. الحمد لله يا حاج. الحمد لله، سلامه كبيره والله. فضل من ربنا ده. انتوا ان شاء الله اموركم كانت كويسه. كله تمام، نعمة من ربنا. فكوهم كيف يا علاء يعني؟ يا اخي انت محامي على شنو؟ ادله شنو؟ ادله اكتر من كده يا اخي؟ ولا انت بس فالح بس يشيل قروشنا وخلاص؟ علاء يا اخي شوف شغلك زي الناس. يا اخي انا ما بعمل اي استئناف ولا زفت. علاء الناس دي تتسين وبس، ما بفهم حاجه اكتر من كده. يلا خلاص خلاص يا اخي، مع السلامه يا اخي. بس كده ما شاء الله. ماشي معك. ما تكتبش ليه حاجة، انت المفروض ترتاح. دي شغل ضروري يا ولد، لازم امشي. دي شغل ضروري لازم امشي. طيب انا عايزة اتكلم معاك في موضوع ضروري. بعدين يا ولد. بعدين شنو يا حاج؟ كل مرة انت هتقول لي بعدين بالطريقة دي احنا ما حنتكلم، وبعدين بتيجي تعبان بترقد تنوم، بتقوم تاني يوم بتمشي الصباح شغل، ما ممكن. ويا الفترة دي انا امور وظروف صعبة شديد. داري بس تحملي الفترة دي. بعدين انا عشان كده بدك كبير. عارف انك حتلتمسي العيون. حاجة انت اتغيرت عليه شديد. انت ما حاسس بروحك، انت بقيت جافي شديد يا حاج. بعمل عشانك حاجات كتيرة وانت ولا هنا. غير شعري، غير لبسي، ده كله بيكون راجع منك تعليق واحد عني. انت بجد ما بتحبني ولا انا ما بعجبك زي زمان، ولا بجد حاجة عادية في حياتك؟ استغفر الله العظيم. يا عم اقسم بالله العظيم انا لو الدنيا دي كلها بقت عندي عادي لا. ويا عم دي حاجه غير يا زلمه. بعدين هو من غيرك فنملى عيني دي او عشان ياخذني مني. نسيتني وبعدت عني. يا عم الشغل يمكن ياخذ مني غصبا عني، بس لا شغل ولا غيره يمكن ينسيني. يا عم طريقتي الوحيده. ايوه احد على بعدين انا ما اخذ بالي من التسريحات، ما اخذ بالي من اللبس كله. خلينا نوصل. بس انت كل مرة بتقعد تحنكني بكلامك ده، ما في حاجة ما أخذ منها بالك.
يا اخي بالك يعني ظل 6 على 6 بشكل زيرو. انا احنا تمام تمام عملتها براي. ما شاء الله. حاج بعدين حسبنا اهل وجودي معي العرس حتمنى. تمام كلام جميل. يلا مالك يا مدام في شنو؟ فكوهم يا نوسة. فكوهم؟ كيف يعني فكوهم؟ ما انا كيف دي ذاتها هي المحيراني انه فكوهم كيف الناس ديل. اتصل بي علاء الزفت المحامي ده بيقول لي فكوهم لعدم كفايه الادله. انت بعدها تعملي شنو؟ ما في حل، ما في حل غير هدي اللعب واعمل خط رجعه لغايه ما اشوف لي مصيبه كبيره. يلا حرفيا يا مدام انت لازم تهدي اللعبه، لانه كونه انت اللي عملتي في الحاج ده كله انه يطلع منها زي الشعر من العجينه، تاكدي انه الحاج ده علاقات واصله وراه ناس تقال. بالضبط كده يا اخي، انا ما خليت السخره في الموضوع ده، ما قفلتها ويجي يطلع كمان يطلعوه معناها فعلا الزول ده وراه ناس تقال. تعرف انا بفكر في شنو؟ بفكر امشي اليوم والم الموضوع ده والم الحوار ده وما في داعي للبش ده كله. فعلا يا مدام انا ذات كنت عايزه اقول لك كده، والعقل والمنطق انك تمشي له وتهدي الموضوع ده شويه لحد ما اشوف الحاصل شنو. وده اللي حيحصل. هذاك الهسي بتاعي انا اللي بعمل فيها خضام. عمل شنو اخوي؟ شنو هذاك الهسي له؟ يعمل شنو غصبا عنه التزاماته. هذاك اللي نحن التزامات شنو هذاك الله؟ انت ما شايفه تعبان كيف؟ معلش يا اخي استحمليهم. بقى زول غريب خلاص. الحمد لله بس سيرة طارق وين؟ مش بس من شويه فرقوا. ايش؟ كده غريبه شايفاها غريبه؟ كيف يعني غريبه مالها؟ بتعمل حاجات غريبه كده. كيف؟ قبلت اقول للحاج ناموا وما ناموا فيش لازم اشوف الكلام ده يعني. يا بنت لا 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 ندى دي زول عفويه شديد قلبها ابيض ما قاصده شيء. لقيت ما نزل شيء. انا حبيتها. ما بتحبيها لانه انت اصلا زول بتاعت ناسان. ليه انا؟ يا مصباح، انا الوزنات دي نزلتها كلها من امبارح في المكتب تحت الحسابات. تيجي تاخذها عليك لو تخلص لنا الشغله دي وتجي نراجع سنه. خلاص يلا السلام عليكم. الله يبارك فيك. اوه اخونا طارق، اصبحنا واصبح الملك لله. يا رب مالك صار وشك يا مين صباح يا رجل. وش الموقع اللي ناصر؟ فتحت الليله في حاجه جديده؟ لا ما فتحت. فرج شو البلاوي دي؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. معقول يا طارق؟ وشنو ما معقوله؟ الليله الفيس الصفحات كلها عباره عن صور حاج موضوع القبض عنه. تهيم يا اخوك عمر ده دار يصلي شنو يعني؟ معقول يا طارق عمر يكون وصل للمرحله دي ونشر الحاجات دي هو؟ هم غيره يدبر الموضوع ده، كلهم تحت راسه هو. والله بصراحه يا طارق انا الموضوع ده غلبني عديل. عمر ده انا كلامه وتكلمت معاه مواقف واتخذتها ما بقى لي بعد كده الا امشي واضربه عديل كده يا اخي. انا عمر ده خايف عليه من الدفع للحاج لحد اللحظه الحاج راعي للخوه. اسمع كلامي دي كويس، الحاج لو شال الخوه دي من راسه اقسم بالله العظيم وقسما بالله عمر ده يشوف كتاب من الله ما خلقه ما شافه. والله داير اقول لك حاجه، عمر يستاهل اي حاجه تحصل له، ويجي رد فعل يجيه من الحاج انا والله معاه، لانه يا اخي ما ممكن يعني كل ما مره يا اخي الزول ده زاد فيها عديل كده يا اخي. يا ربك يجيب العواقب سليمه. مش هيصل لنا دي تليفوني. طيب يا شباب، انا حابب اشكركم يا جماعه على جهودكم وتفانيكم في العمل. السنه اللي فاتت حققنا تارجت عالي جدا وعشمانين في كرم ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك في جهدكم برضه انه السنه الجديده دي نحقق تارجت اعلى ونحقق ايرادات اعلى وبنقدر. وكذلك يا جماعه انا حابب برضه اشكر الموظفين الصغار اللي عندنا، من اكبر موظف عندنا لاصغر موظف على شغلهم وعلى اجتهادهم، ادوا واجبهم على اكمل وجه. طارق ايوه حاج. بالله طارق دارك تصف الموظفين دول كلهم مرتب بتاع شهرين كحابس. علم يا حاج اعتبره حصل. تمام. وصيت لكم يا جماعه انتم كمدراء يا جماعه لازم تقربوا من الموظفين الصغار دول. كلامي ده فاهمينه؟ تقربوا منهم يا جماعه، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. حسام كده يا حسام القلب النابض بتاع الشركه دي، وانتوا روح الشركه دي. عايزكم يا جماعه تجتهدوا مع بعض، عايزكم تدونا طاقه اكتر، عايز مفعول اكتر
ان شاء الله يا حاج. ويا جماعه نصيحتي لكم برضه، كلنا يا جماعه لازم نكون ايد واحده في الشركه دي، نتغاضى عن اخطاء بعض، نشيل بعض، عشان بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبتكاتفنا مع بعض بنقدر نمشي لقدام وبنقدر نكبر اكثر في السوق. تمام؟ ان شاء الله. في زول عنده تعقيب؟ لا لا لا. تفضل. مالكم انت في حاجه ولا شنو؟ والله بصراحه يا حاج اقدر نتكلم معاك في موضوع عمر ده. عمر ده يا حاج عامل لنا شوشره في السوق، ماسك سيرتنا وعايز يفضحنا، نحن لازم نوقف في حده. طارق يا اخوي، الجروب العمراني وذكر الله مستور، لا عمر ولا 60 زي عمر ده طارق بيقدر يجيب في وسطنا طالما انه احنا متوكلين على ربنا وماشيين، والحمد لله من كرم ربنا وفضله علينا انه حافظنا بستره. والله يا الحاج انت شفت بس طيبتك دي ذاتها المخلي عمر ده يتمادى ويطول علينا رقبته في السوق يعني. جمال ده يقين، عارف يعني شنو يقين؟ اسالك سؤال، زي عمر ده يا جمال بغلبنا انه نحن نصرف في السوق؟ والله ما بيغلبنا نصارعه ونرميه وتاني على حيله ما يقدر يقف. قلت براك نرميه على حيله ما يقدر يقف يا جمال، لكن بعد الناس تقول شنو؟ يقولوا اولاد سيف الدين النور قابل اخو كبير في السوق ورموه، هيقولوا انه سيف الدين النور ما يعرف يربي. لكن يا حاج ما لكن يا طارق، ما لكن خلي عمر بصارع فيها احقاد دي، ومصيره يوم من الايام حترميه، ويوم الترميه بننطه وما وصل نجاح. كلامي واضح؟ واضح يعني. ندخل يصير الامور دي ثاني، فكر. طيب نستاذن. تفضل. يا اخوي كده عادي والله، يا اخوك ده حيرني معه عديل كده. كيف حيرك ماله؟ يا زول بايت في السجن ومتمرمط وملفق له تهم، والسوشيال ميديا كلها بتتكلم عنه، في النهايه يا زول يجيك في الاجتماع زي انه ما في اي حاجه ويشجع في الناس. يا زول ده جايب الطاقه القوه دي من وين؟ يلا ذا الحاج سيف الدين النور في عز الضغوطات وفي عز المحن وفي احلق المواقف تلقاه دائما زول ثابت واقف وراقص قدام الناس يا صاحبي. يا زول ده زول عجيب خلاص، بايته الله يدينا قوه زي قوته دي. اللهم امين يا رب. احنا شفنا له حاجه ناكلها. يلا. هلا. خليه اتفضل. ايوه لطفي ده خليه اتفضل. اتفضل. مساء الفل يا حاج. حبيبي يا حاج. اهلا بشار لطفي. اخبارك يا حاج؟ كيف اخبارك؟ ازيك طيب وازي صحتك يا حاج؟ تفضل جلس. حبيبي يا حاج. كيف احوالك؟ الحمد لله تمام يا حاج. الحمد لله. اتفضل يا حاج. الملف ده هتلاقي فيه كل المعلومات الشخصيه عن الزبون اللي اتكلمت عنه. غارم عليك يا لطفي. حبيبي يا حاج. والله عيب عليك يا حاج، عيب عليك لما ترجع ورايا، ده انا لطفي. ماشي يا لطفي. حبيبي يا حاج. علشان بس ما تزعل. حبيبي يا حاج. حبيبي يا حاج. الله يكرمك. امسك يا لطفي. ايه ده يا حاج؟ انت بتشتمني يا حاج؟ لا انا كده زعلت، تصدق زعلت يا حاج؟ عيب يا لطفي. وربنا زعلت يا حاج، عيب كده. لطفي. يا حاج عيب عليك، بقول لك عيب، عيب يا حاج كده. ايوه كده. واي حاجه، اي معلومات تعوزها عن اي زبون اللي جاي عناية ليك. محسوبك لطفي. تسلم لي عيونك يا لطفي. حبيبي يا حاج، حبيبي. انا هقى بقى عشان عندي مصلحه كده سريعه. حبيبي يا حاج. شكرا يا لطفي. حبيبي يا حاج، مع السلامه يا حاج. يا حبيبي. مع السلامه يا حاج، مع السلامه. ايه يا لطفي. وأمة كيفك؟ اهلا. حتفضليني ولا شنو؟ شايفك تفضلتي. بعدين كيف نفسك سامحه لك تخشي بيت الناس الخاطفين ولديك؟ يخفى عليك يا عم، ليه بتقولي كده؟ والله يا صريت اني اجي اعتذر لك بنفسي. والله عمر زليته زله، قلت لي يا غبيان ده اخوك وعم ولدك، يا اخي ليه تحطنا في مواقف بايخه مع الناس بالطريقه؟ والله يا صريت اجيك بنفسي. يا سلام، صدقي قطعت قلبي بطيبتك وحنيتك، مع انه يا لولا نهائي ما جاني معك الطيب والحنيه. ليه؟ تعرف عني شنو؟ ولا شفتي مني شنو يعني؟
بعرفك زولة خسيسة وبوشين يا لولا، وسبب كل البلاوي اللي احنا فيها دي. يلا عيني يا حبيبي، بس في معلومة بدي أوصلك. أنا ما خسيسة، أنا ملكة الخساسة والمضرة والخراب، والوشين اللي بتعرفون عني ديل أصلا ما كانوا شايفيني ولا شغالين بي، لكن هسه شوف والله لا وراك ويعلوا اللي بتشوفه بتركز معه. خلصتي يا لولا؟ خلص. اتفضلي اطلعي برا، وشك ده ما داير اشوفه هنا تاني، عشان لو شفته المره الجايه انا حطب لك الشرطه. وشي ما عاد شايفه ثاني، لكن خافي على نفسك شديد حبيبتي، وخافي على بيتك. خافي انت على نفسك، وخافي من المرأة لما الاذى خش بيتها يا لولا، وتفضلي اطلعي لي برا من بيتي. استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. معقول يا بص؟ معقول أخوك ده يظل لحد إنه يخطف منزل الصغير؟ يا اخويا ما قلت لك ما اخويا يا باشا يا اخي، ما الحاج ده ما اخويا يا اخي، ما تجيب لي سيرته يا اخي. معلش معلش يا ابو زين، انا قاعد انسى والله، معلش. لكن يا بص يا اخي الكلام ده خش بحوش عديل عديل، يعني معقوله للدرجه دي انه يخطف منزل؟ يا بص السوق كله بيتكلم عنك، السوق ده كله ما عنده شغله غير انه الحاج خطف ولد عمر اخوه، انه عمر مرته ممشياه، وان عمر مرته تطلعه ومنزله، عمر ومرته، عمر ولولا لولا لولا لولا. انا السوق بيتكلم عنه كله؟ اي والله يا بص، والله السوق كله بيتكلم صراحه، والله صراحه. الحاج بيقول كده؟ اي والله انا الكلام ده كله من الحاج ده بالمناسبه، وهو من اي زول ثاني. طيب اذا لقى بص يعني صراحه رخيت له وظل شديد، يعني رخيت له لحد ما طلع داير يطلع في راسنا، اخذ العملاء واخذ الناس دي كلها، والسوق كله بقى عليه. والله العظيم الحاج وحياة دينه ده اخر ايامك معايا يا الحاج، انا حدمرك الحاج، انا الحاج ده ما بخليه. لازم انا الحاج ده هفعصه، لازم ما بخليه والله العظيم كده. لازم يا بص، لازم يا اخوان، احنا معاك، احنا رجالتك معاك في اي حاجه. معاك احنا يا بص. انت بتقول يا لطيف الحاج يتكلم عني انا؟ اي والله يا بص، والله العظيم والله يهانك والله العظيم، ود الشغاله يتكلم عني انا. والله عمر سيبدينا النور. طيب يا الحاج، طيب انت كمان يا بيش عليك اللي اخاف عليك يا اخي، يا اخي طوالي انت سكران يا اخي، لما راسك ده بيقول كله حفره يا اخي. لا لا بص، انا والله بقيت بسكر بالليل بالذات، والله ما معاك صاحي ليك انا والله، ذاك اكيد جيت جلينا وشغلك كله بقى بكري بكري بكري. انا ما انت ما فاضي ليه لكن؟ لا والله انت ما فاضي ليه؟ لا لا بس انا قاعد انت طوالي سكران اعمل لك شنو يا اخي انا يا اخي؟ ابشر ابشر، ولازم امشي ليه بكري؟ من احسين القصص دي يا بص، انا معاك في اي حاجه والله. يا بيشا عاوزين ندمر الزول ده، عليك الله يا بيشا، خليك معايا. معاك خليك واعي يا اخي، انا الزول ده ما بخليه، انا الزول ده هدمره، عارف انه هدمره معناه شنو؟ عارف يا بص، ابشر يا بص، انت وجهنا ونحن طوالي معاك. طيب يا الحاج الحاج بين معايا انا كده؟ سهم ما عرفتها. فتخل خليك خلاص تفضل. تفضل. طبعا ما قاعده اكذب وانت عارف الكلام ده، بس اضطريت، خايفه تقول لك لولا ترفض تقابلني. انا مكتبي ده زي بيتي، تديني كل حاجه بس هو عادي كنت مضطر انك تفضل. انا عارفاك والله يا حاج، زول واجب زول اصول. بس الغريبة إني مشيت بيتك ومرتك طردتني، شكلها لسه ما اتطبعت بطباعك. والله غريبة يا أخي، غريبة إنه يعمل زول أصيل يعني زولة واجب، لكن طالع منها طردتي. أنا أديك فعلا تستحق الطرد. لولا تشرب إيه؟ شرب شنو أكتر من هذا؟ بشرب فيه وهسه. لولا كذب عليك كده تقولي شنو؟ أنا شايفك اتكلمت كثير يا زلمة. طيب يا حاج، باختصار أنا جاي أعتذر لك على الموقف البايخ اللي خدتانا فيه وعمر ده. والله العظيم يا حاج. لولا خلينا ما نحلف، نتكلم سالم. المهم طبعا أنا ما ريحته
وزليته زلة. قلت له يا أخي عيب عليك، إذا كان ده الحاج أخوك دمك ولحمك سترك وغطاك أنت بتعمل معاه كده، أنا هضمنك كيف؟ أنا حعيش معاك كيف؟ يا أخي ده شهر بيك في الفيسبوك، يا أخي ده خلى اللي يسوى ما يسوى يتكلم عنك ويشتم فيك. والله في سماع أنا ما سكت رديت لأي زول شتمك هم يشيلوا ويشتموا فيك. آكل ورثة أخوانه، خطاف العيال، الحرامي، وأنا أشيل وأرد. صراحة ما رضيت عليك. يا سلام يا رب، انت كمان ما زول اصيله بتصور. سبحان الله، على نياتكم ترزقون يا مريم. مريم دي منو؟ أنا لولا يا حاج. الله، الحاج لما يقول مريم معناها مريم. انت ما بتثقي في الحاج ولا شو؟ لا ما كده، بس مريم دي منو؟ مريم إبراهيم. ده كله كلام فارغ وتلفيق، وأي إنسان ناجح الناس بترصده. طبعا. بعدين أنت الملف ده جبته من وين؟ أنا أقول له ما حبايبي جبتها. طيب أنت بدل ما تمشي تسأل من وراي وتفتش وراي كتير وتتعب نفسك، تعال وأنا بوريك تقدر تعرف. لا لا عيب عليك، الحاجة أقول له ما قاعد تقول عارفة أقول لك فايدة عن الإتلاف وتعليم معلم في الأول والأخير. أنت مرة أخوي والشيء أنا أقول له منكورة. تخيل بس أقول الفايدة الوحيدة اللي قريتها وأنا لابس كمان مسخت وغزلت. الله يسعدك يا أخي، زعلتني زعلت الدنيا دي. كلمة زولة دي بقت سيرة أعمال، وبقت زولة كده يعني نجمة مجتمع، تظهر في التلفزيون وفي قنوات وفي كده وفي كده وفي كده. نفخة الكذابة دي يعني يا أخي. وأنت ملف زي ده لو مرق لازم يقولوا مريم الزمان يا رب يوضع الحكمة. لو زول زي عمر أخويا الأهبل متهور عمر ده متهور. معلش يا حاج اسلوبك ما عاجبني. دي شو التلميحات والتهديدات الغريبة دي؟ ما تكون انت مصدق انه الورق ده حقيقي يعني. ده في النهاية ورق، يعني زي ما اتعمل للولا ممكن يتعمل للمدام تبعك مرتك. الورق يا شو قلت يا لولا ولا مريم؟ الورق ما انواع، في ورق ابيض نظيف، في ورق عليه احكام خطريه، ده اسمه ورق اسلام. اها والله يا حلوتك. معناه انت بعد قضية خفيف منذر دي بقيت من اصحاب الورق الوسخان، حد ما عندك بلاغات كمان. للاسف انا لسه ما لحقتك. بلاغك سقط والاوراق ما صاير. المره الجايه قالوا لي انت والمعمول بتاعك ده كده شغال. غلطانة انا جيتك قلت افتح معاك صفحة جديدة واعتذر لك، لكن شكلي انا اتغشيت فيك اصلا. طيب والورق يا بالمناسبة دي كل سنة وانت طيب مقدم. يا سلام يا مدير، يا سلام. عندي لك حاجة تانية كمان مفاجأة. لا نكمل يعني. هو بكرة طبعا
انا حبيت اكون اول وحده اهنيك. خير كده. خير كده. لو حدا اخدت معي كتير شديد، صمتك في كل حالاتك يا حاج. صمتك زعلان، فرحان، محتاج. في كل مرة كنت برسمك واللوحة ما تعجبني بقطعها، برجع بعيدة من أول وجديد لحد ما وصلت للوحة دي. شكلها ما عجبتك. لا ما حكايه انه ما عجبتني، لكن انا بس يعني انا مستغرب والله. يعني ما شايف انه في داعي انه ترسمين يعني. تعبي نفسك التعب ده كله، يعني ما شايف في داعي لحاجه. في داعي يا حاج. أنا قال لك ما في داعي. بالمناسبة أنت ما عارف غلاوتك عندي قدر شنو، ما عارف مكانتك جواي. والله انا ده يا اخي انت برضه لا تقل مكاني من النهضه بتاعي. أنت ليه بتحاول تحصر شكل علاقتنا وتحددها؟ أنا عمري ما حصرت مساحتك جواي يا حاج. انا بحاول احصل علاقه واحجمها، لانه ده الوضع الطبيعي للعلاقه بيني وبينك انا، علاقه الاخ واخوه. لا، لو كان ده الوضع الطبيعي أنا برضو كان حسيت بك كده، بس أنا إحساسي أكبر بكتير من الكلام بتقول فيه ده. نسج أنت مشاعري تجاهك يا حاج بما فيه الكفاية، خلاص غلبني ما قدرت. لا حول لا حول ولا قوه الا بالله. ندى يا زول، يا زول استهدي بالله وانا على الشيطان. ده كلام شنو بتقولي فوق ده؟ هذا الكلام اللي بتقولي فوق ده كلام يمكن يهدي الليل. انت واعيه يا ندى؟ ايوه طيب ايوه طارق، في شيء؟ ده شنو طارق؟ طارق؟ هاي طارق، عليك حاجه في شنو؟ لا ما في حاجه، لكن جابك شنو يا طارق؟ والله يا حاجه عندي ورق بتاع الزونات كده وشايف عربيتك في الباركينج، قلت اجي اشوف الحاصل عليك ومقعدك لحد هسه شنو ذات في حاجتك. لا عندي بس عندي ناس متابع معاهم بخلص وبمرض. طيب يا حاج انا ذات الليله عازمك كوارع وحانتظرك تمام؟ خلاص اتقدم يا طارق، امشي قدامي محل الكوارع وانا بخلص وبجي. يا حاج مالك ما توتر فيش. طارق توترني يا طارق، امشي اتقدم قدامي وانا بجي، ما في حاجه. طيب يا حاج خلاص اقول لك حاجه، انا حانتظرك تحت تمام؟ يا طارق عليك الله يرضى عليك، امشي اتقدم قدامي انا بخلص بجي. يا حاج ما عاجبني، لكن اقول لك حاجه، عليك الله ما تنساني تمام؟ اديني تليفون. تمام يا طارق. خلص واديني تليفون.